ولي بذكرك يا ربي ضياء ينير القلب من تيه وذنب يشتت من سواد الحزن حتى. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أما بعد، سئل أحد العشاق الذي حيل بينه وبين معشوقته: كيف تعيش؟ فقال: على أمل. فقيل له: هل ضجرت من هذه العيشة؟ قال: لا، لا أمل، فقد أملت ناظري عن ساعة الانتظار حتى أمل دروس الصبر على الصابرين. فقيل له: لماذا كلما سئلت أجبت بأمل؟ قال: لأن معشوقتي اسمها أمل. وهذه القاعدة التي لا يختلف عليها اثنان: من أحب شيء أكثر من ذكره. ويقول صاحب كتاب كشف الخفاء: ما خرج من فيك فهو فيك، وكل إناء بما فيه ينضح. فالذين يحبون السيارات أو الهواتف والإصدارات دائما تجدهم يتحدثون عن ألوانها وأشكالها وطرازها، وهكذا من يحب المشهورين والفنانين واللاعبين دائما يتحدث عنهم ويضع صورهم وأخبارهم على حائطه في الفيسبوك وفي الواتساب وهكذا. لماذا؟ لأنه أحبهم. فسؤال أسأل نفسي وإياك أيها المستمع: كم لله نصيب من ذكرك؟ واعلم أن إجابتك تبين مدى حبك لله وقدره في قلبك. لهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: كلما ازداد حب الله في قلب العبد ازداد من ذكره، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن أحب الله أحبه الله. لذلك تجد أن كثير من العبادات التي شرعها الإسلام وبينها النبي عليه الصلاة والسلام لها قدر محدود إلا الذكر، فإن الله عز وجل قد قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ولما استجاب المحبين لربهم فزودوا رصيدهم بذكره، فإن الله عز وجل قد عظم لهم الأجر والثواب. قال الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. تيه وذنب يشتت من سواد الحزن حتى يعيد القلب حيا بعد كر